السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم قناة زراعة بسيطة. النهاردة هنعرف ونتعلم مع بعض استخدامات الخل الطبيعي، أي نوع خل متاح قدامنا وفوائده للنباتات. ينفع نستخدمه كمبيد حشري أو فطري، كمان ينفع نستخدمه للتربة. التربة عندنا في مصر أو في المنطقة العربية عموما تربة قلوية. احنا في عندنا بعض النباتات بتحتاج التربة الحامضية، فبنستخدم الخل لتفتيت العناصر الموجودة في التربة لتسهيل امتصاصها وخصوصا للحمضيات. النهاردة أول طريقة معانا هنستخدمها للخل، وهي استخدامها كمبيد حشري أو فطري. كمان بيمد النباتات بتاعتنا بعناصر هامة ومفيدة جدا بيحتاجها النبات. دلوقتي معانا لتر مية، هنستخدم لكل لتر حوالي معلقة، دي معلقة ونص تقريبا. نحاول برضو ما منكترش. ده الخل ده 5%. لو التركيز أعلى يفضل تخفيف المية اللي هنستخدمها ونرشها عشان ما تعملش احتراق للنباتات. بنرجعها كويس. لو استخدمنا المحلول ده وكان النسبة بتاعته، نسبة الخل فيه عالية، بيتم الورق بتاعنا بنلاقيه احترق. ففي بعض النباتات لازم يكون المحلول بتاعنا خفيف. طريقة الاستعمال هنتابعها مع بعض وأوريها لكم عملي، وهي رش النباتات. هنستخدمها لرش معانا شجر البرتقال اهو، يفضل رشه من الأسفل ومن الأعلى. ده مفيد جدا لو عندنا أي فطريات. كمان ممكن نرش بيه التربة عندنا، مفيد جدا للتربة وخصوصا لأشجار الحمضيات. أي خضروات عندنا برضو نقدر نرشها. دي طريقة الرش، يكون من أسفل ومن أعلى. كمان لو عندنا تين شوكي بيترش عادي. أشجار الدراجون فروت بنرشها مع بعض اهي. في النهاية نتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وتابعونا أول بأول لمعرفة المزيد والاستفادة جميعا. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.